حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، وهي طريقة تحشاء التمر بالفستق، ونغطيه بالكاكاو، نحشيهن بهاي الطريقة. حلاوة من الحلويات، صحية طيبة، رمضانية. عندك تخليها للخطار، تقدميها بالاعياد، بكل المناسبات اللي يجيش خطار ان شاء الله. حلوة وبسيطة ومتوفرة ورخيصة وسهلة. راح اسويها قدامكم وتعلموها. اول ما نبدي نخلي كاسة ونموع الكاكاو اول ما نبدي به. هاي وراها نطلع النوى من التمر. هاي الطريقة نطلع النوى. اهو شقة صغيرة هنا، نفتحها هيج فتحة ونطلع النوى. اهو نفتحها هيج. اهو اخلص الفتح مالتها وارجع لكم. بهاي الطريقة نفتح شوية منها، هاي بطنها ونقفلها. اهو شي بسيط وسهل. هاي طريقة قفلها، يعني مراد لا جهد لا تعب لا هاي. الكاكاو اكو موجود يبيعونه بالاسواق، تموعينه وتخلين. هاي الطريقة. اكمل وارجع لكم. بعد ما حشيتها بهاي الطريقة اخليها بالكاكاو، اغمسها بهاي الطريقة، اشيلها اخليها على ورق الزبدة حتى لا تلزق عندنا. بهاي الطريقة. واو. اخليها بالبراد مدة ربع ساعة نص ساعة لمن يجمد الكاكاو، واطلعها. برمضان على الفطور تاكلوها، ورا الفطور تاكلوها، براحتكم شلون ما تحبون تقدرون تاكلوها. هاي الطريقة. اكمل وارجع لكم. هاي الطريقة. هاي الطريقة كملناها. تحشاء التمر، حلاوة طبيعية، نكهة بيها كلش طيبة، بيها فستق وبيها التمر وبيها فوائد، كلها فوائد. خلينا نشوف
لكم اياها شلون صايره. واو. الطعم كلش يخبل. وهاي التحشى مالتها. واذا عندكم فستق تقدرون تزينون بيها. اي سؤال اي استفسار اني حاضر وتدللون. ومع السلامه.